يا ترى بيخططوا لإيه؟ يا ترى ناويين على إيه؟ قولولي قولولي ناويين على إيه؟ قولولي. ربنا يسترها. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة واحسن حال. قبل اي حاجة كده كله يصلي على النبي، كله يدعي ان ربنا يرحمه، اللهم امين. دعوة الابلة اسماء ربنا يشفيها. النهاردة الفيديو بتاعنا خطير 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 خطير. رمضان الكريم علينا وعليكم يا رب، ويعود علينا الايام بخير يا رب. بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يا رب، اللهم امين. النهارده المقلب بتاعنا خطير. انا عن نفسي معرفش ايه هو المقلب، بس هو مقلب. ايه هو يا اموله؟ جالي تليفون من بابا جمال بيقول لي جهزي لي حبايبك وجهازي بسرعه يا اموله. في ايه يا بابا جمال؟ طمني يا بابا جمال، ايه اللي في ايه اللي بيحصل؟ قولي. عدي يا لولي، عدي خلينا نشوف ايه اللي هيحصل النهارده. يقول لي هو طبعا بابا جمال وماما فاضيه في السوق، تمام. قال لي عمل ماجي تجهزي لي، تجهزي لي نفسك وتجهزي لي مين؟ حبايبك. قلت له تمام ماشي يا بابا جمال. ايه اللي هيحصل؟ قال ابو رحمه كلمني وقال لي انا عندي فكره مقلب خطيره تعملوها في احمد وجهزوا لي نفسكم. طبعا ابو رحمه حكى لبابا جمال على المقلب، ولسه لما بابا جمال يجي هيحكي لنا. فانا بصراحه متحمسه جدا ومبسوطه ان احمد هينعمل فيه مقلب خطير، وطالما ابو رحمه في الفيديو وطالما ابو رحمه في الموضوع يبقى بصراحه المقلب هيبقى خطير. سلم عليكم. رم ازيكم؟ بتحبوني؟ انا بحبكم. مش عارفه افتح عيني في الشمس. اديلهم بوسه. بوسه. الله جميله. مش عارفه تفتح عينها في الشمس. ما ننساش بقى يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يوصل لكم كل جديد ان شاء الله بنعمله وهنعمله. وشجعونا يا جمهوريه، احنا افكارنا مفيش مقارنه. لا مش سلام، احنا لسه في البدايه. يلا بينا ننتظر بابا جمال وماما فاضيه لما يجوا ويحكي لنا على اللي هيحصل، ونشوف ايه اللي هيحصل النهارده. يلا بينا. يلا يا لولي. طبعا بقى يا جماعة بابا جمال وماما فاضية جم من السوق، ان شاء الله منورين، بس مش مطمنة ليهم هما الاتنين. يامرك يا باشا. لا ده الموضوع مش خطير اول حاجة، يعني الموضوع بسيط خالص، او مقلب صغير كده في احمد يعني. سلموا على حبايبكم الاول كده قبل ما حبايبنا تقولوا المقلب ده، الغاليين، لان انا مش مطمنة. حبايبنا الغاليين المحترمين الحلوين، ربنا يسعدكم ويبارك فيكم ويهنيكم ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة ويشفي كل مريض يا رب وينجح كل طالب ويسعدكم جميعا يا رب. يا رب اللهم امين. طبعا ابو رحمة رن عليا وانا في السوق وقال لي انا عندي فكرة مقلب نعملها في احمد. قلت له هات ما عندك. فقال لي بقى انا هاجي واخد ايلين واخفيها وكده، وانتوا بقى ايه تقولوا لاحمد ايلين مش لاقيينها وترهبوه بقى، تخلوه ايه يلف حوالين نفسه شويه. المهم سألنا على احمد، يعني انت فين احمد فين؟ قلت له احمد نايم. فقال لما توصل رن علي. فانا ارن على ابو رحمه يجي بقى ايه للتنفيذ. سلم على حبايبك يا فادي، انا قلبي بيرتعش والله العظيم خايفة. ربنا يسترها. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتونا وحشتونا وحشتونا. قبل اي حاجه كلهم ما قالوش حطوا اللايك. مين اللي لسه انا قلت ما حطوا اللايك. ايه يا قلبي لولا، شوفوا الحاجه لولا عماله تنادي يا تيتا يا تيتا. ماشي قولي حبايبك ازيكم. مسلمة عليهم برضه اول حاجة. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ حطوا اللايك. قولوا حطوا اللايك. زعلانة ولا ايه؟ زعلانة منهم؟ مزعلينك النهارده خالص ومش طبيعيه النهارده يا حبايبي. طبعا قبل اي حاجه نحط اللايك كده، نكتب كومنت جميل، دعوه حلوه من قلبكم، مشاهده الفيديو، حاجات كتير حبايب قلبي. مش كده ابو رحمه انا وصلت البيت اهو يا باشا. انا كنت لسه هرن عليكم. لا وصلت اهوت وخلص يلا على السريع قبل ما احمد يصحى. 10 دقايق وتلاقي عندك باذن الله.
ان شاء ماشي الله. يا باشا. ربنا يسترها يا بابا جمال، انا كده عاوز قلقانه سليمة. وقلبي مش واحمد ما مطمن. حطيناش على بعض كلياتنا كده يخلص علينا. متوقعين اي حاجه. احمد عنده ايلاند ديت يعني ايه؟ اه ربنا يسترها لا لا والله. بحبها تعيط ولا بحب حد يزعلها، مبوظها. احمد بوظ البيت ايلاند. حتى ما حد يكلمها يا بابا يا بابا تقولش احنا يعني خلاص. ماشي هنشوف هنقد باباها النهارده ونقول له ايلاند باي. يلا ربنا يسترها يا جماعه، ننتظر كده ابو رحمه، اول ما يجي هنرجع لكم تاني. ابو رحمه طبعا يا جماعه جه في الشارع اهو. ابو رحمه رجع. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. ازيكم يا جماعة؟ يا معلم. الحمد لله. يبقى اجيب لك مفاجأة النهارده. اقول لك شو قايل بتقول لك الحمد لله. الحمد لله. علي ليه؟ انت بص بص يا محمد. قول له عسل. انت بص يلا. سك يا لولي. ايه يا عم الافكار الجميله دي؟ وقتي ايوه يا باشا. صلى على النبي. صلى الله عليه عليه افضل الصلاه والسلام. انا جايب لكم مقلب في احمد، بس مقلب خطير. خير يا رب. دلوقتي احنا هنعمل مقلب في احمد، هنعمل ايه؟ هناخد هنظبطه كده ايلاند يعني. هنظبطه. بص هخليك يقف على شعر. هناخد ايلاند ماشي، هنخطفها نعدي من قدام الكاميرا ونلف ونيجي. كاميرا ايه؟ كاميرا عدالك من قدام كاميرا على اساس الايلاند احنا اتخطفت. اه يعني كاميرا في بيت. كاميرات. اه جايب لك كاميرات في عند بيتها بيوت. فيديو. وانا معدي بالموتوسيكل وانا واخد ايلاند، اه وانتوا بقى احمد نايم اه. وانا عارف اللي هو سهران ده تلاقي نايم. المهم هناخد ايلاند نخطفها واجيب لكم الفيديو، وانتوا تقوموا جايين عاملين ايه بقى؟ هاتيني لحمه. نقول له أيوة، إن خطبت. حد خد ايلاند. قوم اتصرف، قوم شوف الدنيا فيها ايه. فكره حلوه بصراحه، بس ربنا يسترها بقى واحمد بس ما يخلصش أولاً- علينا. اولا الفيديو دي معمول للتوعيه مش خطف، ولا معنى كلمه خطف ولا معنى كلمه، هو مقلب معمول في احمد كل واحد يحافظ للتوعية. على عياله. كل واحد يحافظ على عياله، كل واحد ياخد باله من عياله كده مش اكتر، انما هو مش خطف بالطبيعه. ربنا فكره حلوه يسترها. إيه؟ يا ورحمه. ان شاء الله هننفذها صح كده، وهظبط احمد واخلص الجديد والقديم منه ان شاء الله. ده احمد هيتجنن لان هو ما عندوش الا ايلاند في الدنيا كلها. ما عندوش ساعة ما انت تقوم من النوم وتوري الفيديو قايل اتخطفت، يا لهوي. تتفرج بقى ويعمل ربنا إيه. يسترها قالوا احنا والله. عمالين ندور في الشوارع من ساعتها مش راضيين نقلعك. خد بالك. انت مخطوفه من الدور وانت نايم وتلاقينا صحنك كم مره يا وانت خراب نايم. ايه هيموتنا. بابا جمال ايه رأيك في اللي ابو رحمة بيقوله؟ والله هو تفكيره سديد يعني ومية مية، بس هو يجيب لنا الفيديو من الكاميرا ايوه ان وهو معدي بالبت من قدام الكاميرا يجيب لنا بس الفيديو ده، وانا هجنن لك احمد بقى، هجننه واخليه ان شاء يتجنن. الله انا هظبطه. وانت يا ماما فادية؟ انا هظبطه كده واخليه يقوم يجري حوالين نفسه. انا بالنسبة لي يا جماعة والله الموضوع صعب، بس ايه انا هعمل اللي انا يعني والله العظيم هعمل اللي اقدر عليه. بص مش هرحمه النهارده، هو طبعا بيعمل فينا كتير واحنا بنسكت له كتير، فجه الوقت اللي احنا ناخد حقنا منه تالت ومتلت، صح ولا ايه؟ تمام تمام. يلا بينا. لايكاتكم على الفيديو ده، وان شاء الله هنظبط احمد وهناخد حقنا القديم والجديد منه. ان شاء الله. فرصه حلوه هي، تفوز على طبق من دهب. ايوه والله افكارك جميله ورحمه. طبعا يا ابو رحمة انت دلوقتي هتاخد الموتوسيكل وتاخد ايلون وتعدي من قدام البيت عشان تجيب اجيب لكم الفيديو، الكاميرا. اخد ايلاند الفيديو. واجيب لكم الفيديو اللي هي مخطوفه وواحد واخدها بموتوسيكل. وما ماشي هات تعرفش. الفيديو بس كده. حتى انا جايب يا الطقم أبو ده رحمة. هو ما شافوش، هو ما يعرفش ان انا عندي تيشيرت شبه ده. انا لاقيه في الدولاب كده جايبه، والمكنه ديت هو ما يعرفش دي شكلها منين، لان المكنه دي بتاعت ناس صحاب من ايوه بره. تصدق ماشي، جايب موتوسيكل كل حاجة غريب. مختلفة. فهو مش هيعرف، وبلبس طاقية وهو بص عارف ان انا ما بلبسش طاقية عمري. فاهمة؟ فهو مش أيوة. هيعرف ان انا اللي عامل كده. هات لنا بس الفيديو دوت وشوف انا هعمل فيه واظبطه لك يا ابو رحمه. ماشي. يلا بينا. يلا بينا. اطلع بايلاند من قدام الكاميرا اه. واجيب لكم صور الكاميرا ماشي، الايلاند مختفية، وانتوا بقى اتعاملوا معاها. ماشي يلا يا لولو. يلا يا لولو اركبي مع عم روح الرحمة يلا. حطوا اللايك قبل ما يجي. لولو حطوا اللايك. قبل ما تيجي. يلا روح الرحمة يلا. جيب لي انا يلا. هتلاقي الحتة هات لي بان. يلا ظبط. يلا باي.
ربنا يستر يا ماما فادية، انا خايفة. ايه اللي هيحصل؟ انا قلبي وجعني والله وقلقانة، ليه؟ خايفة من الموضوع. انت ايه رأيك يا ابو جمال في لا الموضوع؟ نظبط احمد تظبيطه في السليم. احنا والله بصوا مش لسه هنرحمه، خلص الجديد والقديم منه. احنا مش كل هنرحمه يا الفيديو ما جماعة. يعجبوش. طب اه. احنا بقى هنجيب اللي يعجبك يا استاذ احمد. ما ننكرش ان دي فكرة ابو رحمة، بس بصراحة فكرة حلوة. شكرا يا ابو رحمة على الفكرة الحلوة دي. يلا طول ما برحمة معانا ان شاء الله واحنا هنظبط احمد. هما زمانهم جايين هيعدوا بقى من قدام الكاميرا، وايه زمانهم جايين دلوقتي. هم جم يا جماعة من اول الشارع، اللي خدت لفة ويجي. سكتت، هي كانت بتعيط. بتضحك لولي. يلا بينا. اللي عليه كده برحمة عمل اللي عليه. مرات. تمام ماشي، وانتوا تعاملوا معاه. تمام. يا كنت لولي. لك على كده، كنت خارج على الفكره الجميله ديت. ان شاء الله ناخد حقنا. ايلا معلش عاوزه تنزل، عاوزه تروح معانا. تعالي يلا يا لولو. يلا يا بس لولو. على العموم الفيديو دي معمول للتوعية، كل واحد يخاف على عياله، وكل واحد يحافظ على عياله ما يسيبهمش في الشارع. واحنا عاملين له التوعية، ما احناش عاملينه لا للخطف ولا اي كلام من اللي بيتقال، لا مقال. نعم. ربنا يسترها وان شاء الله. احمد ان شاء الله يا جماعه. ولازم طول ما برحمة معانا وداعا بقى ايه المقالب اللي يعني ايه اللي مش تمام. احنا طبعا احمد كل مرة بيعمل فينا مقلب، المقلب بتاعه بصراحة بيبقى قوي. احنا مقالبنا مش قوية، فالمرة دي المقلب بتاعنا قوي ربنا جدا. يسترها والعبره بالنهايه، ونشوف مين بقى اللي هيفوز ان شاء الله في المقلب. والمقلب هيعجب احمد ونظبطه والله يظبطنا. ربنا يسترها. لا بس انا برضه عايز افاجئكم بحاجة. ايه احنا عملنا المقلب اهو وخلصنا كل حاجة. اه هو احمد صاحبي طبعا وانا ما اعرفش ابيعه، ازاي ما اقدرش ابيع صاحبي. يعني هي برحمة؟ هو صاحبي، هو في الاول والاخر صاحبي عارف بالمقلب، احمد عارف. وهيعمل رد فعل بقى فيك وحش، فهو دي المقلب اللي هيتعمل يا فيه. لهوي. لا اله الا الله. أحمد يا هاي. انت اكنك انت انقلب بقى السحر على الساحر. اكلتنا بقى لصاحبك بقى. يعني برضه هو دي صاحبي ما اقدرش ابيعه، اصل انا ماليش إلا ايوه هو، ايوه ماليش ايوه أصحاب استنى تانية بقى، أصحاب انا تانية. كده ابتديت افهم. فهو أنا كده أحمد- ابتديت أفهم. أحمد- احنا كنا عاوزين نظبطها. احنا اولا عاملين الفيديو دي للتوعيه، اللي كل واحد يحافظ على عياله. عيل لو نزل الشارع الام تبقى واخده بالها منه. الدنيا اليومين دول صعبه. نعم. ماشي، من اي حاجه في الدنيا تحافظ على ابنك. يعني تحافظ احمد على عارف ان يعني احمد عارف بالمقلب. ايلن مش موجود. ايلن اتخطف. احمد عارف ان ايلن اتخطف، هيجي بقى هو احمد يعمل ايه؟ يهيج هيعمل علينا رد فعل عليكم انتوا. اه. فانتوا بقى ايه اللي عليكم بقى، اللي انتوا عرفتوا اللي هو يعمل رد فعل، انتوا ممكن تظبطوا بقى في رد الفعل. ده احنا مش هنرحمه يا ابو رحمة. انتوا بص يعني هو انا كان هو عايز يعمل كده فيه بقى ايه، هو كده هو اللي جابه لنفسه. اصبروا بقى وشوفوا انا هعمل في احمد ايه. أحمد هو يعمل ناوي- ايه؟ يعني ابو رحمه يعني قال ناوي لاحمد يعمل المقلب. فعشان هو عارف المقلب لو ساق فيه انا هبدا ايه. انت عارفه ده عامل زي ايه؟ زي ما امل قالت لك احمد هو اللي جوه الشكار. لا احنا برضه ما احناش اه. عايزين. زي المقلب هو بتاع صاحبي الشكار. وانا مش عايز. اوعى يا ابو عامله رحمة بس يكون هو- احمد هو اللي قايل لك رن علينا وقول لنا. لا هو بصي، هو هو يعرف، عارف اللي انتوا هنعمل في المقلب دي كامل زي ما احنا قاعدين مع بعض كده وعملنا المقلب زي ما هو ماشي كده. اه. هو عارف. ايوه هو انت بقى تيجي تروح لاحمد تصحيه يا احمد، البيت هيقوم رد فعل وحش. اه. اما يشوف الفيديو ويشوف كل حاجه وهيوقفكم، هتبقى رد فعل. انتوا بقى عم هو عندكم مانس اللي اوكي اوكي اوكي. ماشي يا ابو رحمه. ايه يا لولو وقعتي؟ ماشي بس انا برضك هعرف اخد حقي ازاي. ده احنا ناخد حقنا منه تالت ومتلت ان شاء الله. انت هتجيب دلوقتي الكاميرا، سوق الفيديو بتاع الكاميرا. الفيديو هجيبلكم تمام ماشي يلا. طبعا بقى يا جماعة اللي انا فهمته والموضوع كله كده دار قدامي ودار في دماغي، ان الاستاذ احمد عامل لنفسه نايم فوق، تمام، على اساس ان هو نايم وخنسان لحد ما الموضوع يمشي.
فبصراحة أنا مش عارفة أقول لكم إيه. اصبري بس يا أمول. بصوا ما فاضية، أنا عاوزة أطلع غليلي فيه والله اصبري العظيم. بس يا أمول، هو عامل في دماغه ان ايه، ان احنا ما عرفناش ان هو عارف بالمقلب. احنا هنتعامل معاه بقى كأن إحنا هو مش عارفين. عارف، إن هو وهنظبطه تظبيطه. ما اقولكوش هطلع الجديد والقديم عليه. مش هو عارف وعامل نفسه انه مش عارف. طب شوف انا هعمل فيه ايه. متفق معايا يا ابو احمد ولا مش متفق؟ تمام كلنا إحنا التلاتة إيد واحدة يا جماعة. إحنا التلاتة اتعاملوا سكر معاه نبات. لان هو ما يعرفش على ده ان احنا يمكن لو ما كانش عارف كنا هنبقى حنينين عليه شويه. أيوة. لكن عارف، كنا نبقى تعالى لي خايفين منه، تعالى كنا لي. نبقى خايفين منه. آه. أيوة لا، والله تعالى كنا لي، نبقى تعالى خايفين لي. منه، لكن إحنا دلوقتي خايفين منه. هو اللي إحنا- بيعمل لا الله انا مش خايفين، ده احنا هنطلع الجديد والقديم على جديد. كده انقلب السحر على الساحر. ايوه زي برضو ما انقلب السحر على السحر في المقلب. في فاكرين الشكارة. الشكاره؟ في الشكارة. وتظبط في الشكاره. طب شوف انا هظبطه ازاي بقى، امر من التظبيطه التانيه. يلا بينا يا حبايبي كده، انا هطلع اناديه. كانه ايه، اتعاملوا معاه كانه ما يعرفش ويشوفوا اخرته ايه. ايوه انا هطلع اقول له انا مش لاقيه ايضا. وانت يا ابو جمال انا قلت لك بقى هتعمل ايه اول ما هو ينزل، او اول ما نشوف هو هو ينزل ولا الفيديو لا. هيبقى معايا، الفيديو أيوة، اللي هو معدي الفيديو. على الكاميرات هيبقى معايا. ايوه هقول لكم خلاص يا اولاد انا لقيت البت معديه على موتوسيكل، هي هتظهر ان شاء الله. تمام. الفيديو ده يا هنلاقيها جماعه إن شاء انا الله. هسيبه لكم بقى ايه في المونتاج، هتتفرجوا عليه. وابو رحمه واخد ايلين ومعدي كده ايه يا حبيبي يا احمد، انت عارف يا حبيبي، ده انا هخليك ما عدتش تعرف حاجه. يلا يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم هطلع اناديه ونشوف ايه اللي هيحصل. يلا بينا. يلا بينا يا تمام. أمور. طبعا يا حبايبي دخلت اشوف احمد، لقيته نايم نايم، شكله نايم يعني. فهشوف رد فعله ايه اول ما اقول له يا احمد انا مش لاقي ايلاند. يلا بينا اثبت الكاميرا وراح اصحي. احمد يا احمد يا قوم بنتي يا في احمد، ايه؟ قوم يا احمد، ايلين مش لاقيها بسرعه قوم. مين اللي مش لاقياه؟ أيلين مش لاقياها. ايلين مين؟